بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم بنات في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا حلوى صابلي شيكولا بريستيج. المنظر كما راكم تشوفوا البنة احسن واحسن. هذا الفيديو تقريبا راني صورته في ماي، وعندي ياسر فيديوهات ان شاء الله منظر كي نبدا نهبط لكم. وهذا وين جات النفحه باه ندير لكم الفيديوهات. ربي يهديني ان شاء الله ونوقف مع القناه. صراحه يعني ما عدتش نشتي نحط فيها ياسر لخاطر تفاعلها فيها ناقص ياسر. هنا كما راكم تشوفوا راح نقترح عليكم هذا الديكور. رحت درت هذه الورقه بهذا المول تاع السيليكون عجينه السكر. كما قلت لكم تزيين يعني اللي حابينها. انا اقترحت عليكم هذا التزيين بسيط وفي نفس الوقت يعني المنظر تاعو هاي. ورحت هنا طبعت بهذا الطابع هو تاع المشكله يعني باحجام. درت كامل هذا الصقير وطبعت هذه الورده وحبيت ان ندير لها هذا الشكل. يعني حاولوا تطبقوها حتى تحصلوا على هذا الورده. خليتهم ينشفوا ونروح الان للوصفه تاع الصابلي. عندي 500 غرام تاع مارغرين درجه حراره الغرفه، عندي تقريبا نص كاس تاع زيت، عندي 4 حبات بيض، عندي ذوق نيسكافيه هنا راح يعطي لها بنه ولون. وراح ثاني راني راح نضيف الكاكاو. نخلطه مليح بالباتور. هنا من الأحسن تستعملوا الباتور، يختصر عليكم الوقت ويدير لكم الخليط متجانس. هنا عندي 2 كيسان سكر ناعم، وعندي تقريبا نص كاس كاكاو بني. هنا من الأحسن تخيروا كاكاو نوعية جيدة، هنا يعطيكم لون وذوق. نخلطوا مليح هذول يعني النواشف. وعندي 2 كيسان مايزينا، خلطوهم مليح هكا ما يطرشهمناش الباتور. وبعدها نخلطوها هنا بالباتور، يعني يختصر عليكم الوقت ويعطيكم بسرعه خاطر الخليط متجانس. واللي عندها البيترا تقدر ديرهم في البيترا كاع مره واحده. انا الفوي تاع البيترا فزدت لي وما شريتهاش. المهم هنا نخلطو مليح كما راكم تشوفوا، ونبدا هنا نلم بالفارينه. وهنا عندي هذه 500 غرام المارغرين، عندي كيس خميره. هنا الكيس يعطي لها يعطي لها هشاشه، يعني ما يبدلهاش الشكل. كما راكم تشوفون نحاولوا نلموا بلا ما نعجنوا العجينه. ومن الاحسن تستعملوا فارينه نوعيه مليحه باش تعطيكم بيجيكم الكاطو تاعكم ناجح. نحل العجينه ما نحلهاش خشينه ياسر. وهنا بعد ما حليتها كما راكم تشوفوا انا خيرت هذا الشكل. هذا الورقه انتم كما قلت لكم تقدروا ديروا اي شكل. انا اقترحت عليكم هذه الوصفه مع يعني مع الشكل تاعها. هنا بعد ما طابوا شوفوا الحبه تاع الصابلي قعدت كما هي. هنا نحسب روحي راني نصور في الكريمه تاع الزبده، فلقيت الفيديو يعني راح لي ما صورتش. هنايا عندي نفس الكيل كما احنا نقولوا ديروا 200 غرام زبده ديروها نفسها سكر ناعم، ونكهتها بالكاكاو ونيسكافي، ودرت لها ملعقه تاع نواه كوكو يعطي لها ذوق ولا اروع. هنا ندير الكريمه على الاطراف، وندير هذيك الكريمه تاع البندق المرجان نديرها في الوسط بهذه الطريقه. حتى نكمل كامل الكميه. هنا كما قلت لكم هذا الفيديو راه كان لسه الحل يعني كان بارد،
وان شاء الله راح في فيديو جاي راح نوريكم اقتراح للي تحب القاطو تاع الشيكولا وما يساعدش في ذي السخانه. عندي هنا تدبيره كنت درتها يعني روعه استغلوها في فصل الصيف. هنا شوفوا راني نقلاصي في القاطو. كل 100 غرام ديروا لها ملعقه، كل 100 غرام تاع الشيكولا ديروا لها ملعقه تاع زيت وخلطوها مليح. شوفوا هنا القوام تاع الشيكولا يقعد لكم يعني ما يفسد لكمش وتجي الحبه يعني فين. هنا شوفوا بعد ما نشفت الحبه راح نحكامل هذول الزوائد. من الاحسن هنا ديروا هذا الشباك راح يعطيكم تعود الحبه مرتبه اكثر. وبعد ما نحيت كامل هذوك الزوائد رحت هنا عندي هذاك الناكري الذهبي، حبيت نرش رشات خفاف برك يعني باه نعطي منظر للقاطو. وهنا هذوك لي موتيف اللي درتهم راح نلصقهم. ديروا فيهم شويه شيكولا راح تلصق لكم عادي. لونوا هذاك الموتيف بالذهبي يعني حاولوا الحبه تاع القاطو ما تقربوهاش باه تجيكم الحبه يعني متقونه احسن. وهنا تلصقوا هذاك الورد اللي خدمتوه. نكمل كامل التزيين تاع الحبات بتشوفوا الحلوى في شكلها النهائي. وكما راكم تشوفوا الحلوى في شكلها النهائي. نظن هذا يعني راه الشكل تاعها يهدر وصدقوني البنه ولا اروع. نتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم. مادام وصلتي لهذا المقطع ما تنسيش ديري لي جيم وكومنتير وتبارطاجي الفيديو مع الاهل والاصحاب. راح نقسم لكم هنا حبه باه تشوفوها في الوسط. هنا بعد 3 ايام قسمت لكم الحبه. شوفوا هنا كيفاه جات. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال اعجابكم. الى الملتقى ان شاء الله.